السلام عليكم. النهارده هنشرح السلكشن سورت عشان نحل بيه مسألة من النوع دوت. زي ما انتم شايفين مسألة عايز نرتب أرقام، هيديني سايز معين للأرقام اللي دخلها أو سايز الأري لو أنا هخزنهم في أري، مطلوب مني أرتبهم. تمام، كلام جميل. عايزين نبدأ الأول الموضوع، وده الغلط اللي بيقع فيه أغلب الناس. مجرد ما يشوف مسألة زي دي يعمل إيه؟ بيجري على الكومبايلر على طول، وده غلط. لأن أنت مثلا نفترض إن في مهندس عايز يبني عمارة، اكيد مش اول ما يجي في دماغه ان هو عايز يبني عماره بيروح على طول ويجري على الموقع ويعمل العماره، اكيد لا. بيكون في مهندس الاول معماري اللي هو بيرسم الشكل وبيشوف هيعمل ايه والكلام ده كله. طيب هنا نفس الكلام، انا هفكر بدون كود خالص. هفكر بدون كود خالص. انا هنا عندي ارقام مش مترتبه. السلكشن سورت بقى دي بتقول لي ايه؟ تقول لي انا هفترض ان اول عنصر ده هو المينيمم. جميل، تمام. بعد ما تفرض ان هو المينيمم اقارنه بباقي العناصر. يعني اقارن ال 3 دي بالاربعه، ثم الخمسه، ثم الواحد. لقيت الواحد ماله اصغر من التلاتة، احط عليها حاجه اسمها المينيمم. يعني هحط عليها علامه ان لقيت رقم اصغر من اللي انت بتقارن بيه. هل ابدل ما بينهم؟ لا، لسه. اكمل لحد الاخر. هكمل ايه لحد الاخر؟ كملت لحد الاخر، ايه اللي هيحصل؟ هل الواحد اكبر من الستة؟ لا، كمل. هل الواحد اكبر من الاتنين؟ لا. يبقى هعمل ايه؟ هعمل السواب ما بين ده وده. بعد كده ابدا من هنا تاني. هفترض ان ده المينيمم واقارنه باللي بعده واللي بعده واللي بعده وهكذا. تعال نشوفها ك وهي بتتحرك. نتفق بس اتفاق ان الاحمر ده هو المينيمم. الاحمر ده ايه؟ هو المينيمم. افترضت ان اول عنصر هو المينيمم، جميل. هقارنه باللي بعده. الاخضر ده هي الجي. هي ايه؟ هي الجي اللي بتقعد تلف، اللي بتقعد تعدي. هنسميها جي لان احنا بعد كده عارفين ان احنا هنحلها ان شاء الله بلوب. تمام. قارنها بالخمسه. لحد دلوقتي ما لقيتش رقم اقل من الثلاثه. كل دي عمليه مقارنه بتتم. لقيت الواحد. هل الثلاثه اكبر من الواحد؟ اه. هحط عليها شرط المينيمم. بص، شرط المينيمم بالحمراء هتروح فين؟ عند الواحد. بدات اقارن، لقيتها ايه؟ اعمل سواب. جميل، عمل سواب. هبدا اقارن المره الجايه منين؟ من هنا. وهفرض ان دي المينيمم. يبقى اذا كل مره بفرض ان العنصر ده اللي هبدا اقارن عنده هو المينيمم، واحط عنده الشاره الحمراء بتاعت المينيمم. جميل. ادي المينيمم اهو. هيقارن بالخمسه. اوكي، لقى الاربعه اكبر من الثلاثه، راح لها شرط المينيمم. بعدين ستة، اتنين. يبقى اذا انا لقيت حاجتين اصغر منه. يبقى اذا انا بكمل السايز لحد الاخر. يعني لو انا كنت مشيت هنا انا بقارن اولا بالاربعه. الاربعه اكبر من الخمسه؟ لا. الاربعه اكبر من الثلاثه؟ راح لها شرط المينيمم. شرط المينيمم هنا مؤقته مؤقته لحد ما اخلص السايز لحد الاخر. قارنت الثلاثه بالسته. هل الثلاثه اكبر من السته؟ لا. هل الثلاثه اكبر من الاثنين؟ ثلاثه اكبر من الاثنين. اذا دي اللي هتروح لها شرط المينيمم. بص بص. بعد كده هيحصل سواب ما بين اخر مكان المينيمم وقف عنده والحته اللي انا بقارن بيها. حصل سواب. اظن انتوا كده فهمتوا العمليه تمت ازاي. يبدا من عند الخمس، لا التلاته، يحصل سواب. الخمسه، السته، الاربعه، يعمل سواب. عايزك بس تلاحظ هو هيقف فين. اخر عنصر وقف عنده العمليه كانت العنصر ده اللي هو كان السته هنا، العنصر اللي قبل الاخير. يبقى اذا انا عندي بقف عند العنصر اللي قبل الاخير. انت فين؟ انت في اللوب اللي بتختار الارقام اللي هتمشي من عندها. تمام. ممكن نوضحها تاني اكتر. نوضحها تاني اكتر ازاي؟ بس انا اتمنى تكتب في كشكول الاول اللوب هيبقى شكلها ازاي. عايزك تكتب الاول البرنامج تقريبا هيبقى شكله ازاي. تمام. افترض ان انت كتبت. تعال بقى نشوف فيديو ممكن يوضح اكتر. ده فيديو بيقول لك ان الاي زي ما احنا فارضين ان هي ايه؟ هي المينيمم عندي. هعمل ايه بعد كده؟ قارنها باللي بعدها. شوف، الجي هتتحرك. الجي هتتحرك. عايزه تشوف مين اللي اصغر من التلاته. لقيت الواحد اصغر من التلاته. هتروح عامله ايه؟ شرط المينيمم دي هتتحرك تروح هنا. شرط المينيمم دي هتتحرك تروح هنا. تمام. جميل. هل خلاص؟ لا. الجي بتمشي لحد اخر المجموعه، لحد اخر الاري. تمام. هتمشي الجي لحد الاخر. حلو. وعملت عمليه الاسواب. بص من ما تروح فين المينيمم رجعت هنا تاني. والجي بتبدا منين؟ لو ملاحظ الجي بتبدا دايما اي بلس 1. جميل. كل ده انا لسه كاتش كود، انا كل ده بنفكر في اللي احنا نكتبه. تمام. بندور على الرقم اصغر من الاربعه، لقينا الثلاثه. هنروح عاملين ايه؟ المينيمم راحت للثلاثه مؤقتا برضو، لان لسه هكمل لحد الاخر. الجي هتروح دلوقتي للتو. اه. راحت للتو. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هنبدل. جميل.
هنبدل مظبوط كده. طيب الاي بقت عند المينيمم، كل مره الاي بتتحرك خطوه، يبقى هنعمل اي بلس بلس. اظن دلوقتي انتوا فاهمين اللي بيحصل بالظبط يعني. تعالوا نتفرج اللي يحصل. المينيمم بتتحرك، الجي بتتحرك، ودلوقتي مفيش رقم اصغر من 5 غير التلاتة. المكان اللي وقفت عنده المينيمم هيحصل عنده سواب، والجي دايما بتبدا اي بلس 1. تلاحظ الجي دايما بتمشي لحد الاخر، الجي دايما بتمشي لحد السايز للاخر. طبعا لقيت المينيمم هنا تروح عامله ايه؟ عامله سواب. تمام. الاي، انا عايزك بس تلاحظ الاي وقفت فين، اخر مكان وقفت عنده الاي فين. تعمل سواب. انا مش مضطر اكمل، الاي مش مضطر تكمل لان ده خلاص في الفعل اترتب ايه اوتوماتيك لوحده. جميل. خلاص كده. اظن كده الفكره بقت مفهومه. تعالوا برسمه، عايزين نفهم الفكره دي برسمه اكتر. لو هنا عندنا دي الاي، لو عندنا دي الاي اللي هي المينيموم، كل مره بمشي بالجي اللي هي اي بلس 1، بقارن بالرقم اللي بعدها وبوقف المينيموم. ازاي نكتب الكلام ده في كود؟ اظن هو كده بيبقى واضح. طبعا انت المفروض كتبت كود بره في ورقه. الكود ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ بكل بساطه انا فرض ان الاري 1000، لان هو في المساله لو تفتكر قايل ان اخرك الان 10 بار 3، فخلاص انا هفرضها ب 1000، وهعمل لوب بتاخد عناصر الاري. زي ما قلنا السايز، ليه سايز؟ ليه الاي اخرها السايز ماينس 1؟ لان احنا قلنا اخر واحد بيترتب لوحده اوتوماتيك. وكل مره هفرض ان المينيمم فين. المينيمم بص حاططها بعد ما اللوب بتاع السيرش تخلص، لان كل مره عايز ايه؟ عايز المينيمم تاني ترجع عند العنصر اللي انا هبدا اقارن من عنده. بيقول لك ايه بقى؟ دي عمليه المقارنه، الاري اوف مينيمم. لو الحته اللي انت واقف عندها دي لقيتها اكبر من الاري اوف جي، ده معناه ان الجي اصغر منها، فالمينيمم مؤقتا هيبقى الجي لحد ما اللوب دي تخلص، يعني لحد ما اخلص السايز الاخر. ده اللي كان بيتم هنا لو تفتكر، كان بيتم في الانيميشن وكان بيتم في الفيديو. ايه اللي كان بيتم؟ ان انا شرط المينيمم عندي بتقف مؤقتا هنا لحد ما اكمل لحد الاخر. يبقى اذا انا بمشي السايز لحد الاخر، ده الكونديشن بتاعي. تمام، مش السايز لحد الاخر وبدلت المينيمم. خلصت السايز بتاعك؟ خلصت السايز، هطلع بره البراكت ده، ده البراكت بتاع اللوب بتاع السيرش، واعمل سواب. دي ممكن نعملها مانيوال، ممكن نعملها بفانكشن سواب على طول. تمام. الاري اوف اي هتعمل سواب مع مين؟ مع المينيمم. امتى يطلع بره الاري دي كلها؟ ده القوس، شايفين ده القوس بتاع الايه؟ بتاع المين. امتى هطلع بره؟ لما اوصل السايز ماينس 1. هيقعد يكرر العمليه دي زي ما شفناها في الصوره في الانيميشن لحد ما يعمل ايه؟ لحد ما يطلع بره السايز ماينس 1. اتمنى تكون الفكره واضحه. نعمل كنترول سي ونشوف المساله هتصمت على الموقع ولا لا. سورتنج، كنترول دي، شوف تاخد accepted ولا لا. you have submitted exactly the same code before. اوكي، بيقول ان انت submit نفس الكود قبل كده. تعالى، هو عموما خد accepted اهو الكود ده، نفس الكود اللي احنا كاتبينه. اتمنى تكون المسألة واضحة ولو في حاجة هتتعدل اتمنى يعني تشاركوها في التعليقات. السلام عليكم.